مرحبا، أنا إبراهيم من غزة. اليوم بدنا نتكلم عن حقوق المرأة على زوجها: الحب، الحنان، الأمان، الإخلاص، الاهتمام، والعشرة الطيبة. فالمرأة لا تحتاج إلى المأكل والمشرب والمسكن فقط، فهناك حق لها في العشرة بالمعروف، والحفاظ على مشاعرها، وعدم الاستهانة بجرحها. فمن حقها أو حق المرأة على زوجها حق العشرة الطيبة والمعاملة الحسنة، الإخلاص لها. من حق المرأة على زوجها أن يخلص لها، وأن يكون صادقا معها، وأن يكون مقدرا لها ولإخلاصها له، الذي لا يقابله أي جزء سوى الإخلاص لها. أيضا الحفاظ عليها، على الرجل أن يجتهد للحفاظ على امرأته، والحرص على رعايتها رعاية كاملة، والعمل على راحتها، فهكذا هم الرجال. الاهتمام بها: كثير من الرجال يغفل عن أهمية الاهتمام كحق من حقوق المرأة على الرجل، لأن الإهمال يقتل المرأة ويعرضها لكثير من المخاطر. لذا على الرجل أن يعطي زوجته حقها من الاهتمام، حرصا عليها وعلى علاقتهما معا وعلى حياتهما الزوجية. وأيضا حق التواصل: يجب على الزوج أن يحرص على وصال زوجته والحديث معها، وأن يخصص لها وقتا تأنس به وتتحدث معه، وقتا لها وحدها ينصت إليها ويشعرها أنه بجانبها، يشاركها كل ما تشعر به بحلوه ومره. وأيضا حق الشعور بالأمان: للأسف كثير من الزوجات اليوم لا يشعرن بالأمان مع أزواجهن، وهو أمر لا يليق أبدا بالرجولة. فالرجل الحق هو ذلك الرجل الذي لا تشعر معه زوجته إلا بالأمان والاستقرار والطمأنينة والسكينة. لذا على الرجل أن يشعر امرأته بالأمان. وأيضا حق الاحترام: من حق المرأة على الزوج أن يحترمها ويقدرها، وأن لا يتعمد جرحها وإهانتها أمام أي شخص، وذلك حفاظا على مشاعرها وكرامتها. وأخيرا يجب التأكيد على خطأ جسيم يقع فيه كثير من الرجال، وهو الاعتقاد بأن المأكل والمشرب والملبس والإنفاق والفراش هو كل ما تحتاجه المرأة من زوجها، غافلين كليا عن تفاصيل كثيرة تهتم بها المرأة ولها حق في الحصول عليها، كما ذكر أعلاه. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي النهاية نتمنى السلام للجميع. أنا إبراهيم من غزة. اعمل لي متابعة للمزيد، وللتبرع تواصل معي على رقم واتساب، ويعطيكم ألف عافية.